هعمل معاكم النهارده بقى الرقاق بس من غير فرن. معايا بقى لحمه مفرومه هحضرها طبعا الاول. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، نزلت عليهم بقى ببصلتين مبشورين، وهنزل بقى فلفل حامي، ممكن طبعا نستبدله فلفل رومي، وقطعه من الزبده او قطعه من السمنه البلدي، ورقتين من ورق اللورة، وانزل بقى برشه كده من القرفه، ورشه من الفلفل الاسود، ورشه من البابريكا. ممكن طبعا تستبدلوها بشطه، وممكن ما نحطهاش خالص عادي جدا. بعد كده بقلبها كده لغايه ما تغير اللون وتديني بقى اللون كده وتشرب كل السوائل اللي فيها. هنزل بقى برشه من جوز الطيب، واخر حاجه طبعا الملح بعد ما تكون استوت. بشيل بقى ورق اللورة عشان ما يضايقناش طبعا في الاكل. معايا بقى هنا اضافه كده، لو حابين تضيفوها مفيش مشكله، لو مش حابين ممكن تلغوها خالص. الفلفل الالوان انا بحب شكله كده مع الاكل، وبقلبهم بقى تقليبه مع بعض كده. وفي بقى اضافه دي بقى اللي هتنقل طعم اللحمه المفرومه لمكان تاني خالص، وبصراحه بحس انها مهمه جدا مع الرقاق بالذات. بفتح كده فتحه ما بين اللحمه المفرومه كده، واحط قطعه من الزبده، واول ما تسيح معايا كده بنزل عليهم بقى ب3 فصوص من الثوم المهروسين كويس جدا. واول ما اشم ريحه الثوم كده، اول ما تطلع، احنا مش بستنى ان هي تحمر ولا اي حاجه، هي بس اشم ريحتها كده، بنزل عليها بقى ب3 معالق من معجون الصلصه، وبنزل بقى برشه بسيطه خالص من الملح، ورشه من الفلفل الاسود، واخر حاجه بقى بنزل عليهم بربع فنجان من الميه، واسيبهم بقى على نار هاديه خالص كده لغايه ما كل السوائل تتبخر تاني، ويبقى كده معانا اللحمه المفرومه جاهزه. معايا بقى ربع فنجان من الزيت، ومعايا 3 معالق من السمنه البلدي. طبعا الزيت بقى بيدي لمعه كده للرقاق، والسمنه البلدي بتدي طعم خطير. ومعايا كمان بقى 3 كوبايات من الشوربه، اهم حاجه تكون شوربه دسمه، يعني شوربه بط، شوربه لحمه ضاني، بتدي طعم خطير للرقاق. وعليهم ملح وفلفل اسود، واهم حاجه كمان يكونوا بيغلوا. هجيب بقى الصينيه وهدهنها كويس كده، وبعد كده بجيب الرقاق ويدوبك بس كده بشربه حاجات بسيطه، مش بخليه طري، يعني هو ناشف كده، بشربه حاجات بسيطه كده من الوش والظهر، وبدهنه كويس جدا بقى كده. وانا هنا حطيت 3 رقات من الرقاق كده، وبعد كده حطيت بقى حشوة اللحمة المفرومة، واحاول ان انا اسيب كده نص سنتي من على الحروف، وبضيف برضو 3 طبقات كده من الرقاق برضو من على الوش، وما بين كل رق ورق كده بحط برضو سمنة كويس جدا. وبعد كده بقى بحطه بقى على البوتاجاز كده من فوق على نار متوسطة كده، مش هادية ولا حامية قوي، لا بخليها متوسطة. وانا بلفها على النار كده بلاقيها فصلت كده وادتني اللون اللي انا عايزاه. بتحبوه بقى غامق فاتح زي ما انتم حابين. بقلبها بقى في طبق، وفي الصينية بقى بروح دهنها كويس جدا تاني. واول ما الصينية تسخن هروح منزله بقى الرقاق تاني كده، وافضل بقى الف فيه وادهنه بقى دهنه بسيطه خالص، ويبقى كده خلاص الرقاق جاهز معايا. لو حابينه طري بنسيب عليه كده الصينيه مقفوله لمده 10 دقايق، وبعد كده بنقدمه. لو حابينه كده مقرمش حاجه بسيطه كده، بيبقى خطير ومطري من جوه، بنفتح عليه وبنقدمه في ساعتها. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا.